السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح نوجدوا مع بعضنا بطاطا جواز مع جلبانة بدون لحوم، يعني طبق اقتصادي من الدرجة الأولى في متناول الجميع. ماشي لازم يكون عندنا لحم باش نطيبو، كاين أطباق نطيبوهم بدون لحوم ويجو بنان عسل. مثل هذا الطبق يعني معروفين احنا في الجزائر، عندنا أطباق شعبية. واش راح نسحقوا في هذا الجواز؟ عندنا بطاطا مقطعة بالطول كيما راكي تشوفي، شوية زيت، ثوم مرحي، عندنا 4 سنينات، عندنا معدنوس مقطع رقيق، حبة طماطيش مسكرفجة، وكاس تاع جلبانة. نسحقو في لي زيبيس، ملح وفلفل كحل، كمون، زنجبيل، راس الحانوت وعكري وشوية زعترة. نبداو على بركة الله في الطنجرة على النار، نحطو 4 مغارف تاع زيت. كي نعودو نطيبو بلا لحوم نزودو شوية زيت باش يجينا بنين، ونحطو مع هذيك الطماطم المرحية تاع الحبة. يعني ما درناش طماطم مصبرة وما راحش نديرو، نكتفو غير بالعكري وحبة الطماطم المرحية. نبقاو نحركو فيها بهذه الطريقة باش تتقلى معنا مليح. اذا كانت عندك طماطم يعني طايبة ديري، انا كانت عندي غير هذه الحبة. لهنا في هذه اللحظة نزيد الثوم تاعي، انا كان عندي 4 سنينات يعني مرحيين. نبقاو نخلطو فيه مليح مليح باش ما يتحرقش معنا الثوم. الثوم حساس تما يتحرق، وإلا تحرق يبدل لنا الجو تاع الماكلة تاعنا. بهذه الطريقة ونزيدو لي زيبيس تاوعنا نحطوهم كامل على ضربة. بهذه الطريقة نكونو كل حاجة عطينا لها وقتها في التقلية، والتقلية هي الصح. يعني كي نقلو الماكلة تاعنا تجينا بزاف مليحة وتجينا بنينة، ماشي كيما ديري ثمثم تمرقي ثمثم ما راحش تستخلصي هذوك النكهات تاع التوابل وتاع. من الافضل الوحده منا يعني تقلي مليح الماكله تاعها. لهنا نزيدو الجلبانه تاعنا ونبداو نقلو في الخضر اللي هما غير بطاطا وجلبانه. نضيفو البطاطا. شوفي البطاطا كيفاش راني قطعتها بالطول، اللي حابه ديرها مدوره دير، كل وحده طيب يعني على حسب الجو تاعها. انا عطيت لكم فكره وانتم كل وحده تبدع في المطبخ تاعها. لهنا نقلو مليح مليح الخضره تاعنا بهذه الطريقه. نبقى يعني نقلب فيها حتى تدي كامل النكهات. غطيت عليها وخليتها يعني تقلات مليح مليح بهذه الطريقة. شوفي لي كيفاش كامل البطاطا هذيك طاحت، يعني شوية في الزيت تقلات مليح. ولهنا نمرقو بالماء سخون، وما نمرقوش بزاف باسكو البطاطا ما عندهاش الروح كي هي كي الجلبانة ثم يطيبو. وهذا الطبق سريع يعني نديروه في وقفة نديروه، راح يدينا 20 دقيقة في تقطع البطاطا وفي توجد وفي كلش. 20 دقيقة بطيابو بكل حاجة. لهنا نغطو عليه ونخلوه يكمل طيابو 10 دقايق راح تطيب معانا فوق النار. ولهنا يليك الطبق تاعنا طاب والمريقة تاعنا تجمرت. كيما راك تشوفي اللي تحب تخلي المرقة أكثر تخلي، أنا ما يحبوش بزاف حاجة مايهة. لهنا شوفوا لي ديك المرقة كيفاش راهي عاقدة ومجمرة. في هذه اللحظة نضيفو للطبق تاعي ونديرلو شوية معدنوس ونسربيه. ولهنا نقولو بسم الله ونبداو نسربو في الطبق تاعنا في لاسيات بهذه الطريقة. يعني يتقدم سخون هاد الطبخة هذه تتقدم سخونة وتتكل سخونة ما شاء الله تجي بنينة. يعني الجلبانة راح تعطي لها ذوق رائع مع هذوك لي زيبيس اللي درناهم والصوص اللي درناها مع الأول، يعني تعطيها بنة خيالية. جربي الوصفة بهذه الطريقة وردي لي الخبر. يلا هنا نكملو نسقو الطبق تاعنا ونقدموه للعائلة تاعنا بالصحة والهنا. شاهدكم في الجنة حبيباتي. نحطولو شوية معدنوس على الوجه كيف كيف، راح يعطيه ذوق واحد آخر. يعني المعدنوس يمد الذوق مخالف على الكزبر. نحطو شوية على الوجه ونقدموه للعائلة تاعنا. يعني
عشا بنين ويعني فيه خضر وكل حاجة، نكلخو لوليداتنا باش ياكلو لنا يعني الخضر، شوفوا لي كيفاش جا شباب الله الله، مام يعني في النظرة تاعو يجي شباب هذا الطبق، يعني جربيه ما راحش تندمي عليه، وساهل كي تكوني خدامة ولا ما عندكش الوقت ولا ديري هذا الطبق يعني فاصيل ماسيل ساهل، شوفوا لي ذاك الجمال يعني شهيتكم في الجنة. ولي لحقت لهذا الوقت نقول لك أبوني واشتركي في القناة باش